كابتن حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة اثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. عايزين نشوف اختيارات كابتن حسام حسن وتعالى نعلق عليها بالعقل والمنطق. في مركز حراسة المرمى كابتن حسام حسن اختار محمد الشناوي من النادي الاهلي، مصطفى شوبير النادي الاهلي، محمد صبحي الزمالك، عبد العزيز البلعوطي انبي. في خط الدفاع اختار رامي ربيعه العين الاماراتي، خالد صبحي المصري، عمرو الجزار البنك الاهلي، حسام عبد المجيد الزمالك، محمد ربيعه زد، محمد هاني النادي الاهلي، احمد عيد المصري، محمد حمدي واحمد نبيل كوكا. في خط المنتصف اختار حمدي فتحي الوكره القطري، نبيل عماد دونجا الزمالك، مروان عطيه الاهلي، محمود صابر زد، مهند لاشين بيراميدز، احمد سيد زيزو الاهلي، تريزيجيه الاهلي، عمر مرموش مانشستر سيتي، ابراهيم عادل الجزيره الاماراتي، ونجم المنتخب المصري المحترف الفرعون المصري الكبير محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي. في خط الهجوم اختار مصطفى محمد لاعب نانتا الفرنسي، واسامه فيصل لاعب البنك الاهلي. ملاحظاتنا اللي بيتكلم عليها كتير غالبيه الشعب المصري او غالبيه الناس اللي بتفهم في الكوره بيتكلموا عن رقم واحد، ازاي كابتن حسام اجمع بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير وهما الاثنين في نادي واحد ومفيش بينهم روتيشن؟ يعني ممكن تحصل لما يكون عندي النادي الاهلي مره بيلعب محمد الشناوي ومره مصطفى شوبير والاثنين مستواهم واو، لكن الحقيقه بتقول ان محمد الشناوي هو الحارس الاساسي. حتى لما فكروا يدفعوا بمصطفى شوبير لقوا ان مصطفى شوبير مستواه واقع، والنادي الاهلي قعدوا مصطفى شوبير على الدكه ورجعوا الشناوي. يبقى مفيش منطق يخليني اختار محمد الشناوي ومصطفى شوبير الا حاجه واحده بس، اذا كان الكابتن حسام حسن بيضمن ظهير اعلامي ليه متمثل في الكابتن احمد شوبير، واللي ليه واحنا عايشين في بلد مبدأها اللي ليه ظهر ما بيتضربش على بطنه. وحسام حسن يقول لك يا عم بدل ما يغني لي الكيمي كيميكا يغني لي انا اغنيه حلوه، الكيمي كيميكو حسام طاير ياهو. لكن هناك من يستحق هذا المركز افضل من مصطفى شوبير. احمد الشناوي لاعب نادي بيراميدز مستواه بيأهله انه يكون موجود في منتخب مصر في حراسه مرمى منتخب مصر اكتر من مصطفى شوبير. تعال نروح لخط الدفاع، رامي ربيعه وخالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد ربيعه، محمد هاني، احمد عيد، محمد حمدي، احمد نبيل كوكا. اختيارات معقوله بنسبه 90%. لو في ملاحظه واحده بس، ان احمد سامي مدافع نادي بيراميدز يستحق الانضمام لمنتخب مصر. محمود حمدي الونش يستحق الانضمام لمنتخب مصر. الاثنين دول يستحقوا، خصوصا ان انت محتاج خبره في خط الدفاع. مع كامل احترامي لعمرو الجزار لاعب غزل المحله اللي انتقل لنادي البنك، كنت ممكن تدخل احمد سامي رقم واحد اولويه، كان ممكن يدخل احمد سامي، ممكن يدخل محمود حمدي الونش، ماشي ممكن تعدي. تعال نروح بقى لخط المنتصف، واظن ان دي اكبر مشكله. حمدي فتحي الوكره القطري، نبيل عماد دونجا، مروان عطيه، محمود صابر، مهند لاشين، احمد سيد زيزو، تريزيجيه، مرموش، ابراهيم عادل، محمد صلاح. وفين امام عاشور؟ يا كابتن حسام انت ما خدتش امام عاشور ليه؟ يا جماعه امام عاشور احسن لعيب في مصر. والله العظيم امام عاشور في مركزه احسن لعيب في مصر. شوف النادي الاهلي واقع من يوم ما امام عاشور اتصاب. امام عاشور رئه يتنفس بها النادي الاهلي، رئه مستقله، وبرضه الوضع ده مع المنتخب. هتقول لي ده مصاب، طب ما هو مروان عطيه مصاب يا كابتن حسام، اشمعنى خدت مروان عطيه وسبت امام عاشور؟ امام عاشور يستحق الانضمام للمنتخب بلا جدال. امام عاشور افضل لاعب في مركزه في مصر بلا جدال بلا نقاش. امام عاشور يستحق المنتخب اكتر من حمدي فتحي. امام عاشور يستحق انه يكون موجود في المنتخب اكتر من دونجا. امام عاشور يستحق انه يكون موجود في المنتخب اكتر من محمود صابر ومروان عطيه ومهند لاشين وزيزو وكريزي دي. يا باشا امام عاشور اثبتت الايام ان هو اللي شايل النادي الاهلي ويفرق كتير جدا مع منتخب مصر. شو انا بكلمك عن لاعب من النادي الاهلي رغم ان انا زملكاوي، لكن الايام الناس كلها شايفاه امام عاشور لا غنى عنه في النادي الاهلي ولا منتخب مصر. وبعدين فين اكرم توفيق؟ اكرم توفيق ممكن تضمه
يا كابتن حسام الحب والكره ده ما ينفعش. طب ما انت برضه في خط الدفاع ما جبتش احمد حجازي، كان عندك استعداد تجيب احمد حجازي بيقدم مستوى كويس، احمد سامي من بيراميدز ومحمود حمدي الونش بالزمالك، بس عادي اختياراتك في خط الدفاع مقبوله شيئا ما، لكن في خط المنتصف منتصف منتخب مصر بدون امام عاشور علامه استفهام كبيره جدا. حسام حسن بيحب ويكره. لو امام عاشور هو اسمه امام شوبير كان زمانه في المنتخب. يا كابتن حسام حسن لو امام عاشور اسمه امام شوبير كان زمانه في المنتخب دلوقتي. هتقول لي مصاب، طب ما مروان عطيه مصاب وهما الاثنين قاعدين من نفس الوقت، اشمعنى خدت مروان وسبت امام عاشور اللي هو احسن لاعب في مصر حاليا في مركزه بلا استثناء؟ في خط الهجوم مصطفى محمد واسامه فيصل، وارى واظن واقتنع ان هم افضل اثنين يمثلوا خط هجوم منتخب مصر. دي كانت الملاحظات على الاختيارات. منتخب مصر دلوقتي بيتصدر مجموعته ب 16 نقطه، بعده بوركينا فاسو 11، سيراليون 8، اثيوبيا 6، غينيا بيساو 6، وجيبوتي 6. منتخب مصر قدامه 4 مباريات، هيلاعب اثيوبيا المباراه القادمه في القاهره، وبعدين يطلع لبوركينا فاسو، وبعدين يطلع لجيبوتي، وهيختتم لقاءاته بغينيا بيساو ان شاء الله في القاهره. منتخب مصر عشان يوصل لكاس العالم بنسبه 100% محتاج يكسب 3 مباريات، يبقى خلاص صعد بدون النظر للنتائج الاخرى. لو كسب مباريتين عنده احتمال كبير بنسبه 75%. بس انا بقول لك يا كابتن حسام ان العدل هو اساس الملك، واختياراتك لقائمه مصر لمباراتين اثيوبيا وبوركينا فاسو علامه استفهام جدا. العدل غائب عن اختيارات حسام حسن لقائمه منتخب مصر. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله نصعد لكاس العالم 2026.